فعلا ولا لا؟ لا، هو بيتوقف هنا في الجزئيه دي، كملي ولا لا، استعدادها النفسي والفكري. يعني افكارها ثقافتها اتعودت على ايه، زي ما قلنا من شويه مثلا، وثقافتها والبيئه اللي هي نشأت فيها الافكار. يعني ما هي احاسيسنا على فكره كلها بتيجي اللي من بتحركنا. افكارنا، بتيجي اصلا من افكارنا اللي احنا متربيين عليها. فواحده متربيه انه لا يمكن جوزي مهما حصل يعني لما يحصل ضربها، شتمها، مفيش يعني انا مكمله. نرجع بقى الجزء انا مكمله بقى اعمل اللي طبيعي. احنا عايزين بقى يعني نقول نصيحه كده في الاخر عشان نقدر ان احنا نوصل الفكر لكل المشاهدات اللي بيتابعونا دلوقتي. دكتور هاني، قرار طلاق وجواز لازم يكون بعقل شديد. فرغي طاقتك السلبيه، فرغي حزنك، مش غلط، وانتي مش الوحيده اللي حصل معاكي كده، بس لازم القرار ما تخليش حد ياخده بدالك. صح، انتي الوحيده اللي مسؤوله عن هذا القرار. هنتعامل مع الصدمه، هنفكر بالراحه، هنستعين بذوي الخبره او المؤهلين نفسيا او المؤهلين نفسيا بالظبط، وهنفكر وهنحسب كمان ظروفنا. نقطة مهمة قوي يعني استكمالا لكلام دكتور شيماء، ان لو كان في اخطاء انا شايفه نفسي طبعاً. ان انا عملتها مقصرة، او انا مقصره فيها، اصحح من نفسي واحاول ان انا اعالج اراجع. وعشان كده انا دايما بوجه للاكتمال. كملي وصلحي، تكمل وتصلح لو هي عارفه ان عندها مشكله، مش ان هو اللي عينه زايغه، مش دايما. ولو حصل طلاق ايوه يقولوا للولاد. اعزائي المشاهدين، ده كان ختام حلقتنا النهارده، وان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمه. نورتونا.